صباح النور على البنور، ازيكم يا حلوين؟ طبعا انا ايه ده. انا كنت بعمل ستوريات زي ما حكيت قبل كده على الفيس. فكنت عامله ايه الحنه، واول مره في تاريخ حياه الفيس كمان يعملوا لي لايكات. فايه طلع ان هم نفسهم يعرفوا طريقه الحنه عشان شافوا الشعر كده لونه حناوي كده، ما اعرفش ايه الحناوي. المهم خلينا في الموضوع. جبت كوبايه ميه كبيره. فانا ايه شعري ولا هو طويل قوي ولا هو قصير قوي، وسط يعني، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، وسط في كل حاجه. المهم، جبت كوبايه ميه كبيره. جبت 7 8 حبات قرنفل. حبه شاي كله بالبركه كده، او معلقه شاي، معلقه قهوه. حبه روزماري. حبه البركه. يعني اي حاجه انت عايزاها، اعشاب كده حلوه حاسه بيها هتخلي شعرك حلو، حطي يا حبيبتي حطي، ولا يهمك ولا يهمك. المهم اغليهم وسيبيهم. ورقتين كركديه. عايزه شعرك بني، ما تستعمليش الكركديه. ودي كلها ايه مواد مضاده للاكسده على فكره. هتخلي شعرك يعني حتى لو هي ملونتش مش هتضر يعني. وبس، وحطيهم على النار وخليهم يغلوا وبعدين يبردوا. وحطي 4 معالق حنة. وسيبي سيبي الحنة تتخمر ساعتين 3. وبعدين تحطي ايه، معلقة خل اي نوع. انا كان عندي خل التفاح. بس حطيته عشان بيقولوا بيثبت اللون. وهو فعلا بيلون. انا عندي كده المقدمة كده فاتحة شوية، مدي لون مختلف يعني، حلو يعني. وبينفع للشعر الابيض كمان، والشعر الاسود ما اعتقد مش هيأثر فيه اي حاجه يعني.